السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والمحتضر هو الذي حضرت الملائكة لقبض روحه، والله سبحانه وتعالى قد وكل الإنسان ملائكة يحفظونه في حال حياته وبعد مماته. قال الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقال تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. والإنسان إذا حضر أجله نزل إليه ملائكة يقبضون روحه من يد ملك الموت، فإن ملك الموت يتولى قبضها من البدن، والملائكة معهم كفن وحنط من الجنة إذا كان من المؤمنين، جعلنا الله وإياكم منهم. وأما إذا كان من الكافرين فملائكة العذاب معهم كفن من نار وحنوط من نار، نعوذ بالله من ذلك. فإن احتضر الإنسان وعلمنا أنه في النزاع وأنه ميت فإننا نلقنه لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال العلماء: فيلقنه برفق، لا يأمره، لا يقول له قل لا إله إلا الله، لأنه ربما إذا قال له قل لا إله إلا الله وهو في هذه الحالة قد ضاق صدره وقد ضاقت عليه الدنيا، فيقول لا، لأنك ما تتصور ضيق الصدر في هذه الحالة إلا إذا كنت في هذه الحالة. نسأل الله أن يشرح صدورنا وإياكم عند لقائه، فتذكر الله عنده وتقول لا إله إلا الله وترفع صوتك بهذا ليسمع، فربما يمن الله عليه فيستحضر أنك تلقنه فيقول لا إله إلا الله. فإذا قال لا إله إلا الله وكانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة، كما في حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال أهل العلم: فإذا قال لا إله إلا الله فليسكت ولا يقل شيئا، فإن عاده المحتضر نفسه وتحدث في شيء مثل اسقوني، أعطوني ماء، أو أي شيء آخر فليعد التلقين. ولكن إذا كان الإنسان والعياذ بالله كافرا مرتدا فهذا ربما نقول له بالأمر: قل لا إله إلا الله، فإن من الله عليه وقال فبما ونعمه، وإن لم يقل فهو كافر. لذلك لما حضرت أبا طالب الوفاة وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم وأعمامه أربعة الذين أدركوا الرسالة، اثنان أسلما: حمزة والعباس، أحدهم أفضل من الآخر، حمزة أفضل من العباس، واثنان مات على الكفر، أحدهما أقبح كفرا من الآخر، أبو طالب والد علي، وأبو لهب والعياذ بالله من أشد الناس إيذاء للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنزل الله في ذمه سورة كاملة يقرأ الناس في الصلاة في الفرائض والنوافل. ولكن أبا طالب رغم كفره كان به حب الرسول صلى الله عليه وسلم وحنانه وشفقه ومدافعه وثناء عليه، إلا أنه والعياذ بالله حيل بينه وبين الإسلام. فعندما حضرته الوفاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم وعنده رجلان من قريش، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. ولكن كان هذان الرجلان جليس سوء. قال: أترغب عن ملة أبي طالب؟ وكأنهم والله أعلم رأياهم أن يقول لا إله إلا الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلما قال ذلك أخذته العزة بالإثم، فقال: هو على ملة عبد المطلب. وكان آخر كلامه منه كلمة الشرك والعياذ بالله. ثم مات. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه شفع له عند الله فخفف عنه العذاب، فكان في ضحضاح من النار قد غاصت به، وعليه نعلان من النار يغلي منهما دماغه والعياذ بالله، ودماغه أبعد شيء عن قدميه، فإذا كان يغلي كالقدر فيه الماء تحته النار، فما بالك بما هو أدنى من رأسه إلى قدميه لكان أشد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عم، قل لا إله إلا الله، ولم يذكر الله عنده فقط، بل قال: قل لا إله إلا الله. فهذا من أفضل وأجل ما يكون هديا للمرء، إذ لقنه أخوه عند الموت قول لا إله إلا الله، فهذا تساوي الدنيا كلها. فإذا حضرت أحدا وهو يحتضر فاحرص على تلقينه لا إله إلا الله، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإحسانا لهذا الشخص، وربما يلقنه الله سبحانه وتعالى عند موته،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ختم الله لنا ولكم بالشهادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.